وهذاك الشيء، هذاك اللي غني هذاك الراب هذاك لطفي هذاك دوبل كذا، هذاك ثاني كيف كيف لطفي دوبل زيت هذاك ثاني كيف كيف يعني. ثاني ضرب دراهم مع خالدته يشبع شبع ومن بعد راح. ولا أنا شوفي كامل عندهم قصصهم وعندهم حكاياتهم. هذون حابين بشكل او باخر ياثروا على الجزائريين من الداخل. لا لا ودير ثوره وراه عندك نظام تاع فساد. هاكم انتم الفساد يعني. انتم اذا كان تعرفنا الفساد ها هو هذاك هو الفساد. هذوك الناس ما لقاوش رواحهم في الوقت هذا نتاعنا درك، ما لقاوش رواحهم ولاو يلعبوا علينا في دور المعارضه. فالان نتكلموا على اللي راهم في الداخل. ما تروحوش ضحايا نتاع هاد الناس، ما تتبعوهمش. معليش انت انا يعني نقول لكم المنصه تاعي انا هذه في تيك توك كي نفتح يا اخي راني نقول لهم المعارضه غير يتفضلوا اهلا وسهلا بهم يدخلوا يناقشونا ونسمعوا منهم وممكن يقنعوني. انا نحب جزائري عايش في الداخل ومعارض وقلبه خارج وبالك يقنعني، بالك نسمع له، بالك نقتنع بوجهه نظره ونمشي معاه ممكن جدا. بصح انا الحاجه اللي ما نقبلهاش وما تدخلش راسي انني نلقى جزائري كامل العقل كامل الدين كامل الجسم ياثر فيه كبير الاهرام، ولا ياثر فيه هشام عبود، ولا ياثر فيه لطفي دوبل فاس، ولا ياثر فيه شوقي بنقوره وسي دانيال. أستاذي نسميوه ناقد، نسميوه واحد من الشعب. ممكن السم القاتل تنتقد شيئا ما ربما في السياسة الداخلية للجزائر يعني، لكن أني نكون معارضة نظن أن كلمة معارضة كلمة كبيرة أستاذ هذه ولها مقومات باش تكون معارض. اليوم ممكن ننتقد حاجة، عندي مطالب مثلا، عندي مطلب شعبي، ننتقد ظاهرة ما، ننتقد سياسة ما، لكن كلمة معارضة اللي من هب ودب حتى في المواقع خوتنا الجزائريين. أنا والله نستغرب لما ينعتوا هذا أكرمكم الله وأعزكم ورفع قدركم، هذا بو ثقبة هذا والمازدا فريت اومليت بالبيض ووليد كبير العريض، هذوك يسميوهم معارضة. يعني أنا ما فهمتش قدروا حتى أنهم يجرون أننا نعطيوهم التسمية اللي هم ما همش معارضة. هادو عملاء، هادو خونة البلاد، هادو ناس تتاجر بأرواح الشعب الجزائري لصالح مكاسب خاصة بالنسبة لهم هما. تضرب الجزائر نعطيك الجنسية، تضرب الجزائر أموال باي بال انفرسي، ولكن باش نقولوا يدافعوا على المجتمع الجزائري ومصلحة الشعب الجزائري هذا الأمر مستحيل. الشيء اللي نثمنه أنا اليوم، واستسمح خويا دانيال وولدي العزيز الغالي فقط نعطي له الكلمة. ماشي مشكل ربي يحفظك، الله يطول عمرك العزيز، الله يرفع شانك ان شاء الله. انا الحاجه اللي انا فاهم تاعك راني نستمتع. الله يبارك في عمرك. سعيده لما نكون معاكم، والله شرف كبير ليا لما نكون مع قامات وناس غاليين كثير على قلبي، رغم مرات راني نختلف معهم يا جماعه، مرات راني نختلف معهم، لكن يعرفوني اني نحبهم ويعرفوني اني نقدرهم ونقدر مجهوداتهم وعلمهم وثقافتهم وكل الشيء اللي قدموه على المواقع، لانهم اليوم ما نقدرش نزايد حتى على واحد جزائري وطني. الحمد لله رانا كلنا اولاد الجزائر ونا كنا ندافعوا على وحدتنا الوطنيه وندافعوا على وجودنا وندافعوا على دولتنا، وهذا من حقنا. ربما الحاجه اللي حبيت نقولها اليوم استاذنا، هاد الناس هادو الشعب الجزائري اليوم 2026 وحتى قبل 2026 2019 و18 وتجي معاها في السنوات الاخيره هادو، الحمد لله الشباب الجزائري واعي جدا، الشباب الجزائري فهم اللعبه كيفاش تندار وشكون اللي يديرها. الشعب الجزائري فاق اليوم أنه الكل هذوما اللي راهم يدعوا أنهم معارضة هم مجرد متاجرين بأرواح الشعب الجزائري ومصالح الشعب الجزائري. اليوم أنا كمواطنة بنت هذا الشعب ومن هذه البلاد أرفض أي إملاءات تأتيني من الخارج أيا كانت هذه الجهة، ما تمليش عليا. الجزائري تربى حر ويعيش حر، ماكش انت اللي تملي عليا واش ندير أنا كمواطنة ولا احنا كشعب. ماشي أنا اللي يقول لي خرجي نخرج ويقول لي ادخلي ندخل، ماشي انا اللي هو راه يدافع على فكره في راسه، عنده توجه، عنده دعم من وراه، يعني عنده خلفيه يجي يسوقني. انا مانيش قطيع التنصاق، انا شعب جزائري واعي، نعرف مصلحتي ونعرف مصلحه بلادي ونعرف وقتاش نهضر وكيفاش نهضر ونعرف وقتاش يستوجب عليا التزم الصمت، لانه مرات الصمت حكمه ومرات الصمت فيه فائده كبيره بالنسبه للشعب نتاعنا
ولبلادنا. ونعاود ونقولها من هذا المنبر وفي حضور أستاذنا وولدي دانيال وكل خوتنا اللي يسمعوا فينا: سم القاتل داعمة قوية لمؤسسات الدولة الجزائرية، داعمة قوية من سنوات. سميتوني شياطة، قلتوا عليا دياراس، قلتوا عليا مخابرات، لكن والله العلي العظيم ما كاش أكثر يعني من مخابرات الكوزينة. كنت نقول لكم راني مرا تاع كوزينة يا جماعة، تقول الله. فاليوم مخابرات الكوزينة راهي تدعم الدولة الجزائرية وتدعم كل شعب جزائري في مسار الإصلاحات وفي مسار بناء دولة جزائرية قائمة الأركان بشعبها بولادها في الداخل وفي الخارج. نحييهم على وطنيتهم وانتمائهم. شكرا لك وتفضل أستاذي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. كلمة مباشرة للسيد دانيال. ربي يحفظك أستاذ، وشرف لينا على كل حال نكون في وسط قامات كيما انتوما خوتنا سم القاتل، وبطبيعة الحال أستاذنا الكريم في المنصة تاعو المحترمة جدا. وشوف والله غير شرف لينا تنتقدنا خوتنا سم القاتل. والله غير وسام، عبك وسام نعرفوا فيه زدري وسام. آخر مرة كان بيني وبين بوسماحة واحد الصدام، لكن نجي ونسمع فقال لي: واش يرديك يا الغضبانة عليا؟ فقال لي: واش يرديك يا الغضبانة؟ قلت له: يلا واصل، برك مانيش غضبانة عليك، انت ولدي وخويا وتاج راسنا، وربي يحفظكم جميعا. ربي يحفظك اختي، الله ربي يحفظك. شوفي والله غير احنا واش نقول لك، على بالك كاين بزاف امور والله غير تجي من القلب، يعني ما ليفيكاسيتي تاعنا بالك جاب لي ربي راه يجي من هذا الشيء. سما كي تهضر حاجه من قلبك اللي تكون بالك يكون المدى ديالها شغل بعيد، وتقيس بزاف ناس هكذا ويديروا فينا ثقه الحمد لله ويتبعونا. كاين كل واحد على بالك باللي رانا في حرب وعي داخليه وخارجيه. وفي الحرب كاين في الجيوش كاين عده اسلحه. كاين اسلحه تاع لي كومبا رابروشي، كاين تاع المناورات، كاين تاع حرب الشوارع، وكاين حتى اللي تلقى هذوك الصواريخ ديال اللي يضربوا عابر القارات وهذا الامر. احنا كمواطنين جزائريين فهمنا واش راهو يعني يدار حول بلدنا، والحمد لله الفهمه هذه اللي جاتنا سيغاسا لبلادنا اللي قراتنا، لبلادنا اللي وعاتنا، للمجتمع تاعنا اللي تربينا نحبوا بلادنا من صغرنا، حبينا نربوا بلادنا، تعلمنا نربوا بلادنا ونكملوا في هذا النساق باذن الله غير حتى ربي سبحانه يدي امانته. المهم كاين كما يقول لك الاهداف هذه اللي راهي تخلط في بلادنا، ثاني تخلط لك في الداخل. هذه حرب جيل الخامس، تخلط لك الداخل وتضربك من خارج الوطن. لازم يكونوا هكذا ثاني منصات توعي، منصات ترد لهم، منصات تهاجمهم، منصات يعني انتقلنا من هذيك تاع الدفاع للهجوم مباشره. واستاذ نقول لك حاجه، الدعوه عندهم والله غير راهي تغلي، كوكوطا راهي تصفر. الكوكوطا يتصفر وعلى بالك خرجوا الابواق ديالهم. والله العظيم يا استاذ غير راهم خايفين، صح راهم خايفين، صح يعني على بالك شوف المشاكل ديالهم وهم الدنيا وزدتيني انت كما قال هذيك الاخر في الاغنيه. والله غير انا دايرين لهم هكذا، والله ما لا طالقينهم استاذ، والله ما نطالقينهم، غير يخلصوا. شوف غير يخلصوا الماضي والحاضر والمستقبل، وعلى كل حال كما يقول لك ماشي وحدنا. هذه بالناس ثاني هكذا اللي يسمعونا، المتابعين، الناس اللي راهي دارت فينا ثقه وهذه هي. على كل حال ربي يحفظك استاذ، وسمح لنا بالك دانيال وعجبني واحد السؤال وكتبوا واحد ونفتحوا عليه لايف ان شاء الله، نصلوا العصر وبالك نفتحوا عليه لايف. السفينه تيتانيك اللي نزلت في طنجه، يعني لازم نحكوا عليه. بيان سير، راك تشوف هم يعطونا على بالك
والله غير يعطونا هذاك يعطونا الماده كيفاش يعيطوا لها، الماده الخام يوميا. الماده اللي تخليك يعطيك الماده والله غير أكثر منهم. والله غير يعطينا هما. ربي يكثر لهم خيرهم سيدي، ربي يكثر لهم خيرهم باش نزيدوا نبهدلوهم اكثر. والله باش نزيدوا نبهدلوهم اكثر. ان شاء الله يعطيك الصحه. على كل حال استاذ، ومن بعد ديك نعيط لك شفتك درت واحد الفيديو في الكونت هذا. سيدة ومن بعد مسكينه سكن والله غير في حالها والله. والله غير لفت انتباهي هذاك الفيديو استاذ. كيفاش بالك نقدروا كاش ما نعاونوا اختنا لابد هذه سيده والله غير سيده يعني محتاجه وتعيش في قبو مع ولادها وزوج ولاد وهي مطلقه وظروفها قاسيه جدا وتحبك بزاف دانيال وتحب بوسماحه. شوف رغم انا هذه اللي لاحظتها هي دانيال وبكاتني يعني هذه الامور، الحوايج بكيني مش حتى تقلقني برك بكيني. يعني انسان تلقاه في قمه الحاجه وبزاف حالات كيما هكا دانيال ما نعرفش واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا تلقاه في قمه المحتاج، تلقاه محتاج فقير مريض، تلقاه حتى مريض مسكين تلقاه هكذا، وتلقاه يتبع دانيال ويتبع مدارا ويتبع مليط ويتبع بوسماحه ويتبع والله العظيم تلقاه يتبع وتلقاه مسكين يبارطاجي وتلقاه يعلق تعليقات ايجابيه فيعني والله انا قدام هذه الحالات اجد نفسي عاجز. هذو ناس هذون كيف ترد له دينه؟ هذا الانسان هذا الانسان اللي يحبك في مثل هذه الظروف ويحبك ويحب البلاد، هذا هو الانسان الوطني الحقيقي والله غير هذا هو الانسان الوطني الحقيقي. في هذه الظروف تلقاه يحبك ويحب البلاد، يعني تلقاه يتبع دانيال وجايب الخبر وتكي تقول انا مره او جا عندي بوسماحه هنا والله عندي جاري ربي يحفظه عمي البشير، انسان كبير في السن كبير ومريض يعني مسكين مقعد يعني كبير عايش في الثوره يعني انسان مجاهد يعني كي تشوفوا كيفاش سبحان الله ومريض في عز المرض نتاعو نشوفه نطلع عليه يقول لي واش راه بوسماح. والله غير في الوقت. والله العظيم على بالك نقعد نوحد في ربي نقول سبحان الله العظيم، يعني هو في هذه الظروف يتفكر بوسماحه، بالك بوسماحه بالك. والله يا غير ونعي نكلم بوسماحه نقول يا بوسماحه كنت في رويبه عندي 2 جور، كنت في لاجونس تاع البيس في المحطه يعني قدام لوبيتال تاع رويبه. جا واحد السيد يلم القرعه تاع البلاستيك، انسان يعني بسيط ما نقدرش نوصف لك درجه البساطه، انسان فقير بسيط يلم في القرعه تاع البلاستيك هذوك تاع من لاجونس. وصل عندي قال لي مصطفى واش راك لاباس؟ يعني خلى رمى هذيك الساشي اللي حطها قدامه وقعد يحكي خلاص نسى كاع الخدمه نتاعو ونسى والسخانه يعني. مصطفى واش راك لاباس؟ من بعد يرحم بابك بلغ لي السلام لبوسماحه وبلغ لي السلام لدانيال وبلغ لي السلام لفلان. يعني ما قاليش جا قال لي والله العظيم راك تشوف فيا الخدمه ما كانش وراني نبدا ما قالش يعني مباشره راني والله بلغ لي السلام لبوسماحه. هذو ناس هذو هما الوطنيين صح يا دانيال والله غير هذو هما الوطنيين. صح استاذ. هادو اللي والله غير شوف على جالهم اللي تكمل يا استاذ، والله غير على جالهم والله غير على جالهم وما بذلناش يعني. انا والله والله غير اتصل بيا سيده هذه اللي حكيت عليها في الفيديو، اتصلت بيا بعثت لي هنا في البريفي انا والله ما نعرف، بعثت لي في البريفي تاع التيك توك ارجوك امر طارئ وعاجل وتوسوس. والله قلت اتصلت لقيتها يعني في واحد الوضع مزري. هي تسكن في مش تسكن مسكينه خاصها غير سكن في ولاد فايت، هي نقولوا متواجده في ولاد فايت. نعم. قسما بالله العظيم قاعده يعني حكات لي المأساة نتاعها. انا اول مره نتاثر يعني بشكل مباشر. حكات لي المأساة نتاعها واللي محتاجه لازم تسكن. ومن بعد انا صراحه بعد ما كملت معها المكالمه بعثت لي الملف نتاعها في الواتساب. او جاب بوسماحه استاذ. الله يبارك بوسماحه نروح نصلوا ومن بعد نلعبوا بك بوسماحه. اتصلت بي قلت لك بوسماحه اسمع هذه القصه بس كنت امك بوسماحه لازم تسمعها. اهلا وسهلا بك.
بعد قعدت اتصلت الحق، درت اتصالات بالولايه تاع الولايه المنتدبه تاع شراكه، قالوا لي قول لها دير طعن ونراجعوا الطعن باسكو باش نحطوها في القوائم تاع السكن الاجتماعي ان شاء الله. قالوا لي ان شاء الله يكون فيها خير. قلت لها مادام نديروا لك حمله تاع تبرع نعطوك دراهم، قالت لي انايا ما، قالت لي صح هي يعني عندها واحد العزه نفس ما نقدرش نوصفها لك. قالت لي انايا محتاجه سكن، انا ما نحوس نسكن نخبي راس ولادي، والخدمه نخدم اي حاجه نفهم دو ميناج نخدم على روحي. المهم انا الحاجه الاولى اللي راني مزربه بها لازم نخبي راسي. فقلت لها شوفي انا راني تكلمت وراني مازلت نجري مع السلطات باش يطلعوا فيك في السكن، باسكو لازم يعطولها، باسكو هي في الشارع حرفيا في الشارع. ولكن نديروا حمله يعني والله كشما واحد من اهل الخير من الناس الخير يسلف لنا سكن ولا يكري لنا سكن لمده سنه، او يعني تستقر المخلوقه على الاقل عام تستقر. فهمت استاذ. لا لا هذه افتنا. باسكو انت دوكا سكن اجتماعي باش تعطيه للدوله لازم نستناو حتى العام الجاي، اذا كان ما خرجتش في هذه الكوطه هذه ما خرجتش. قلت يعني ما خرجتش، هم قالوا لي دير طعن، هي دارت طعن على كل حال، هي تستنى الركور، ولكن ما تدري الطعن ما تقدرش تضمن، لانه كاع الناس عندها حق باش تسكن، شيء صعب جدا صح. والله بعد ما حكيت المأساة نتاعها عاودت رجعت، راني نكبس وراني نسمع في بوسماحة وراني نسمع في دانيال، وتعرفكم يعني بالواحد شوف الخير اللي في الناس، شوف والله بعد رجعت تحكي لي عن المروك ولازم ندافعوا على بلادنا ونوقفوا معاها وكذا، يعني حاجة عجيبة يا سي بوسماحة. واش راك بوسماحة؟ السلام عليكم استاذ مصطفى، تحياتي لك وخويا دانيال والاخوه اللي راكم متواجدين في البث، تحياتنا. السلام عليكم. الله يحفظكم، الله يبارك فيك خويا العزيز. اسمع كيفاش درت لنا على السفينه تاع تيتانيك هذه اللي راه هبطت في طنجه، مصيبه. هذيك عشيه ان شاء الله نديروا عليها براتات. لازم نديروا لها قاعده كي تفتح الله يفتحها، ابعث لي كي تفتح ان شاء الله. والله أنا الموضوع تاع اليوم هذا، وبغيت نتطرق للموضوع تاع خوتنا هذه، يعني ربما كاين بزاف خوتنا ولا المشكل هذا بالك تاع السكن ولا بصح كاين اللي ربما شويه مستوسع راه كاري، كاين اللي ربما راه مع والديه. الاخت هذه الحاله نتاعها خاصه عشيه، ان شاء الله نديروا نداء لخوتنا في العاصمه اللي رب معها. انا نستاذن منها ونعطي لها رقمك وتحكي معاك، يعني اسمع بنفسك انت ودانيال، اذا هي سمحت قالت لي مد لهم الرقم، ولا اذا تتواصلوا تشوفوا، يعني هذه راهي حاله، يعني باش اللي قال بحال انا هي تحكي وانا نبكي صراحه، يعني صح. كاري ولا مخبي راسه في بيدونفيل ولا ما نهضرش عليه، انا انسان وقادر لبس عليه ونحاول نعاونه، بصح هذه راهي في حاله يرثى. هذه حاله خاصه وراها لاطفال، يعني راها خوتنا. لربما نديروا حمله بعد الموافقه نتاعها، هي نديروا حمله اذا كاين خوتنا رب العالمين موسع عليهم وعندهم زياده، لربما ايوه لربما سكن افدو ولا حاجه، واذا ما كانش نتعاونوا نديروا لها حمله هكا هبه نكريو لها عام ولا عام ونص ولا اللي كتب رب العالمين. ريتما رب العالمين يفرج، وما حصيناش حنا نخليوها كما نقولوا الابواب تاع الله مفتوحه. لربما كاين اللي بالك يتبرع بسكن، كاين حنا بالك طموحات تاعنا صغار، بالك رب العالمين يوفقنا تكون حاجه. يا ابو سماحه البارح الشيخ شمس الدين، البارح هذه نحكيها قدام نروح نصلوا، البارح الشيخ شمس الدين بعث لي واحد الحاله نتاع انسان مريض، عافانا الله واياكم وربي يشفي مرضانا. الحاله نتاعو تاع الكونسير متقدمه جدا، بعث لي الفيديو نتاعو، شفت الفيديو والله بعد ندير عليه لايف ان شاء الله، ولا كي تفتحوا لايف عيطوا لنا نوريكم تشوف. يعني يعيط هذاك الانسان هذاك، يعيط في وسط ولاده في الدار، وما يعني مسكين يغيظ. الشيخ شمس الدين دار نداء قال لك يا ودي هذا لازم تستعجلوا بالعلاج تاعو، العلاج تاعو يكلف على 36,000 اورو، يعني اذا دواوه في الخارج يعني ب 36,000 اورو باش يستأصلوا له هذاك الورم الخبيث. انا في الجزائر صعيبه العمليه، ما يديروهاش في الجزائر، صعيبه بزاف ودقيقه، ولازم لها يعني اجهزه ولازم لها. فالشيخ شمس الدين بعث لي الفيديو، شفت الفيديو انا ما قدرتش نكمله، يعني والله غير شحال غاضني هذاك الانسان، ويسكن هنا في بيكور. رفدت الفيديو بعثته لواحد مسؤول في الدوله، يعني شافوا عيط لي ديريكت، يعني سبحان الله غير لحقوا الفيديو شافوا، بعث لي كلمني في التليفون قال لي ابعث لي المعلومات تاع هذا السيد فورا، يعني هذا مسؤول في الدوله، لانها حاله مؤلمه، حاله توجع بزاف. يعني
عطيته الشيخ الرقم تاع الشيخ شمس الدين وتكف يعني باش يتكفلوا به. هذه حاله مستعجله، هذه ما فيهاش زعما تقعد تستنى ولا، هذه حاله صحيه طارئه يعني، مش دي حاجه اللي تقعد تستنى. كاين حالات ما يقدروش يستناو، كاين حالات يستناو، يعني انسان مريض والله يقدر يصبر يقدر، بصح كاين حالات وين خلاص يعني يعود على شفا حفره. منها الحاله نتاع السيد. انا واش نقول لكم، راهي اذن حقا وصدقا يا رسول الله. شوف نخليو انا نكلمكم اسمعها، انا نكلمكم بالك ندير لكم جروب مع السيده اذا قبلت، ونشوفوا كيفاش نعاونوا هذا السيده هذه ان شاء الله. ماشي مشكل استاذ، ماشي مشكل، روح تصلي ومن بعد يكون خير ان شاء الله. الله يعطيك الخير. تصريحات حفيظ دراجي بخصوص تمثيل إيثان مبابي وأيضا إلياس زيدان ابن الأسطورة زيدان وأخ لوكا زيدان الذي سبق واختار المنتخب الجزائري، حول يمكن أنهم سيستدعوان في تربص الخضر في شهر مارس، أو يمكن أنهم أو لأنهم قبل المشاركة في المونديال سيلعبون مباريات ودية للمنتخب الجزائري. ربما قد نراهم مع المنتخب الأول، وبعد ذلك سيقررون هل سيلعبون المونديال أو لا. طبعا أنا عندي وجهة نظر أنه الكثير من اللاعبين خاصة المزدوجي الجنسية ينتظرون يعني هذه الفرص، يعني فرصة منتخب من أحد المنتخبات اللي هم ينتمون إليها يشارك في كأس العالم، لحتى ينضموا ليه ويجربوا فرصة اللعب في كأس العالم، لأنها تفتح الكثير من الفرص إذا قاموا أو إذا يعني شكلوا أو لعبوا لعب جيد جدا، سيكون لهم مستقبل آخر. وطبعا نعرف أن جميع أنظار العالم ستكون في كأس العالم.